السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، يعطيكم العافية. أنا والله حابة أقول شيء، يعني صراحة التواصل الناس معاي و يعني الضيقة اللي داشة فيهم مساكين، لأن أنا ما فزت، مو لأن بعد أنا جبت مثل ما قلت لكم أقل من 300 صوت، ومستغربين من هالوضع، وإن شلون عبير يصير ذي الشيء وإحنا أصلا مصوتين لك إحنا وعيالنا. يعني أنا يمكن حطيت في الواتساب إن أمس كثر ما قاعدة أفتح المسجات، كثر ما هم الحين 300 315 355 مسج الناس قاعدة تقول لي وتتكلم. صح، بعضهم من داخل البحرين، بعضهم من خارج البحرين، أوكي، لكن قاعدين يصرون إن أنا لازم أسوي طعن في لجنة الفرز. وأنا طبعا قاعدة أقول لهم الخوف إن أنا أسوي طعن ويطلع لي ما حد صوت لي إلا أنا وعيالي. في البداية قبل ذي الأمر خلوني يعني ندعي دعوة لكل شخص عمل بجد واجتهد وبكل أمانة وبكل شرف وبكل إخلاص، أن الله يبارك له في صحته وذريته وماله، ويسعده ويرفع قدره في الدنيا والآخرة. وإذا كان العكس فالله يجازيه بعكس هذه الدعوة. وأنا موافقة على سالفة الطعن، ولكن هذه قضية أنا برفعها لرب السماء. وتعرفون ليش أنا برفعها لرب السماء؟ لأن سبحانه هو العادل، هو المطلع على ما تكنه الأنفس وما تخفي الصدور، وعلى كل عمل وعلى كل من تسلط علي وظلمني وظلم هالناس اللي كنت أنا شنو بسعى لخدمتهم وخدمة بلادي. أيا كان، رب العالمين وكلت أمري واحتسبت منه الأجر والثواب والعوض، وربي يجازي كل إنسان بعمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر، والحمد لله رب العالمين. نرجع ونقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين على نعمه وفضله وكرمه، الحمد لله على محبة الناس، الحمد لله أن هذه التجربة علمتنا الكثير وبينت لنا الصديق من العدو، من الحبيب من الحاسد من الحاقد. ما نقول إلا الحمد لله اللي عافانا ما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير من خلقه. وربي يسعد كل من سعى وجد واجتهد ودعالي وصوت لي وتمنى لي الخير وما زال في قلبه حزن على الموضوع. الله يفرج همه وهمنا ويبارك لنا في صحتنا وذريتنا، والحمد لله.